اللهم صل على محمد وآل محمد. صبحكم الله بالخير وحياكم الله وين ما تكونون. شلونكم أحبتي المتابعين؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية، ورجعت لكم بفيديو جديد، فيديو كله نشاط وطاقة وحماس. هنا صعدت للطابق الثالث وشفت، ولو تدرون ايش شفت حبايبي المتابعين؟ شفت عبوة طاقة بالصحن. صفنيت وقلت معقولة أنزل وأعوف الصحن هيش مخربط؟ معقولة بهيجي حالة؟ لا والله، فلا أنزل وأعوف الصحن بهالحالة. قلت عيني خل أقوم وأطلع غراض الصحن وأسوي حملة كلش قوية عليا وأنظفه. وبالبداية أصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا عندي هاي الغراض أمامكم. طبعا بالبداية أني أول ما شلت كلهن رتبتهن، بس بعدين رجعت الهوسة، ما أعرف شنو القصة. هنا شارة هدوم أني قبل بيوم، يعني الدنيا ما تنعرف، كل ساعة تمطر وما أقدر أطلع المشر، الملابس تنترس مطار وماي. فهنا فرغت الصحن كله أمامكم. وهنا هذا السطح الثاني أمامكم. هنا عندي هذا المخبز اللي أخبز بيه تنور، وكذلك عليه الطحين. فمن أكمل تنظيف الصحن راح أطوب الطحين وأخليه لأنه خاف تمطر علي الدنيا. وهنا طلعت للسطح الثاني أمامكم. هنا فرشت شرشف وخليت عليه الغراض، لأن أنا قبل بيوم غاسلة سطح نظيف. هاي الغراض كلها هنا طلعتها. وهنا طبعا الدنيا ما تنعرف، ساعة تطلع الشمس ساعة تغيب، فسطح صاير نص ونص، نص مشمس ونص مغيم. هاي هنا سطح نص ونص صاير. فقلت خل أشجع وأسوي حملة، أطب الصحن أبدي أكنس بيه، وبعدين أجلفه جلفة معدلة ومرتبة، وبعدين أروح أطلع أغسل ذاك السطح وأخلص من عندهم وأفرشهم. أنا قلت هنا ورايا خل أخلص من عندهن. هنا بديت أكنس بيهم. هنا بنات أنا استقطعت من الفيديو كلش هواي حتى ما تملون، يعني أكنس وأقطعه ومن أكمل بعدين أكمل التصوير حتى ما يصير ملل بالفيديو والفيديو ما يطول كلش. وهنا شفت الباب من المطر، هنا ذاك اليوم مطرت، فهنا خليت قاصر وزاهي وجبت جلافة وسيم. وهنا جلفت الباب جلفة معدلة، هنا خليته يلمع لمع صار.
وهنا خليت شراشف تقريبا جوا الباب حتى أغسل الباب على جهة السطح، والجهة الثانية لا أمسحها لأنه ما أقدر أخليه ينزل مي هواي على الصحن، لأن الصحن ما بي مجرى يعني حتى أقدر أغسل السطح. فبس من الأمام هنا غسلت الباب، ومن ورا خليت عليه شراشف، وقلت سهلة شراشف رسن راح أخليهم بالغسالة وينغسلون. هنا غسلت الباب وشون طلع شكله. هنا قامين مع لمع الباب. وهنا نظفت الباب المقابيلها هم بنفس الطريقة. هنا جيت خليه زاهي وقاصر، يعني ما ارتاح اذا ما اجلي في المكان، يعني ما اعرف امسح شلون ما كان، انا تنظيفي هيك يصير. فقلت خل اجلفه جلفة زينة واخليه يلمع لمع حتى ارتاح من عنده وافرشه واخلص من عنده. هنا بديت اجلف بيه الصحن كله. وهنا بديت بالماسحة أحبتي المتابعين. هنا سحبت الزاهي والقاصر، يعني قلت لكم هنا فوق بالصحن ما عندي مجرى، يعني أقدر أغسل من عنده، وكان خلصت بسرعة، يعني ليش طولت المقطع صار كلش طويل. فحبيت بالتفصيل إنه أراويكم شلون اشتغلت وشلون نظفت الصحن. فهنا بديت أسحب، وآخر شي هناك عندي خاوليات وقمت أسحب وأشيل وكذلك أغسل الخاولي، أرجع أنظفه. وآخر شي رجعت مسحته مسحة زينة مرتبة صراحة تشوفون أمامكم. وهنا ما أقدر أغسل وينزل على البيت كله يتدمر، باعتبار هذا طابق ثالث فراح ينزل على الثاني وينزل على الأول، والباقي الطابقين مفروشات. فقلت خلي هيجي أسوي هاي الطريقة، وبعدين بالخاولي إنه أنشفه. وهنا غسلت السطح بنات، هالسطح الثاني غسلته بطريقي. وهنا هذا طحين من أخلص وأفرش الصحن هم أرجع أرتبه. وهنا صار الصحن بهذا الشكل. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا نظفته، شوف شلون قام يلمع لمع أحبتي المتابعين. هاي هنا بنتي جتي من المدرسة وصعدت شافتني وبعدين نزلت. وهنا غسلت ملابس زوجي، أجا من الشغل الظهر وخلصت من عندهم. وهنا فرشت أمامكم. وهنا قللت من هاي الغراض أحبتي المتابعين اللي كانت هسه بداية المقطع، كلهم خلصت من عندهم. اكو غراض قسم احتاجهم لذاك بيتي الاول، فقسمتهم وحضرتهم حتى اخذهم لذاك البيت،
وهاي الغراض اللي أحتاجها هنا اللي تكفيني فقط بهذا البيت، وقللت من عندهم. وهنا صار الشكل راحة نفسية بصراحة، يعني وين كان وين هسه صدق فرق، يعني صدق النظافة حلوة. وهنا غلفت الغسالة، هنا هذا أنا مشتريت لها هذا تور، وهناك خليت الزاهي والتايت، وأصبح بهذا الشكل. وهنا حبايبي المتابعين وصلنا إلى ختام فيديو اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة حبايب.